عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في دبارة جديدة. اليوم باش نعملوا كعيبات حوت قاروص في الفرن بتتبيلة مميزة، بحاجة جديدة في التتبيلة وإضافة جديدة في الفاح. اليوم باش تزيدها بنة على بنة. كعيبات حوت نودكم ولا نشهيكم. باش تعرفوا الطريقة ما تنسيوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل فيديو جديد. ما تنسيوش زادة تعملوا جيم على هذا الفيديو باش تشجعوني نهبط اكثر فيديوهات. دونك خديت كعيبات القاروص متاعي، نظفتهم بالكدا ومن بعد قصيتهم، عملت معناها شقوق في كعيبات الحوت الكل بالطريقه هذه مشيرتين باش هكاكا يدخل فيهم لفاح بالكدا وزيد معناها يعطي منظر مزيان. وتنجموا زاده تعملوا فيهم معناها ترونشيت قارص الشقوق هذيك. دونك باش نحضر اللفاح متاعي ولا التتبيله اللي فيها حاجه سبيسيال اليوم باش تجربوها وما كمش باش تندموا ان شاء الله. خديت صحيفه حطيت فيها شويه زيت، حطيت فيها سنينات ثوم 4-5 سنينات ثوم مهروشين، مغيرفه صغيره كمون للحوت بطبيعه، شطر مغيرفه كركم، شطر مغيرفه تقريبا فلفل احمر، وباش نحطوا زاده شطر مغيرفه فلفل اكحل. وباش نزيدوا الإضافة المرة هذه هي حاجة ممكن تعودوا بها في الدجاج في اللحم، ولكن في الحوت حاجة روعة، الكليل. دونك خذيت كليل، كان عندك كليل شايح مرحي تنجم تحط ملعقة صغيرة كليل، كان ما عندكش انا عندي اخضر دونك قصيت الوراق متاعو شوية كليل اخضر باش يزيد يفوح لكم ويعطيكم بنة. اللي ما تعرفيش الطريقة هذه تجربها وبعد تحكم عليها، لخاطر انا زاده ما كنتش نعمل في الحوت كليل اما جربته وجاي بنين برشا برشا. زدت شوية الكليل وتوا باش نخلط التتبيلة متاعي الكل مع بعضها، الثوم مع الفحات الكل مع الكمون مع زيت الزيتونة مع الكليل، حاجة كومبينيزون باش تعطي حاجة بنينة برش. دونك كان لاحظتوا ما حطيتش ملح، دونك الملح ديما نحب نملح ديريكتومون على الحاجة حوت ولا الحم ولا غيره. دونك رشة خفيفة على الوجه اللول ونعاود نقلب ونعمل رشة خفيفة على الوجه الثاني، وهكاك يجيكم معدل في الملح باش ما نحبش نغلط نحط بتاتر اكثر مع التتبيله. دونك هذاك هو الملح يجيكم معدل وبنين. باش نحط التتبيله متاعي وباش نعمل مساج لكعيبات الحوت، وما تنسيوش الشقوق هذيك باش تحطوا فيها التتبيله والفحات والكرش متاع الحوت زاده كيف باش تبلوه الكل، ما تخليوه حتى بلاصه ما يوصلهاش لفاح. تنجموا العمليه هذه راهو تعملوها قبل بنصيف ساعه ساعتين، المهم كي باش تعمل لحويتات. دونك تعمل التتبيله متاعك وخليهم على رواحهم، تمشي تقضي شورك وترجع تلقاهم هما شربوا الفاح متاعهم بالكدا وزيدوا يعطيو بنا اكثر واكثر. دونك حطيت الكعبات الحوت متاعي وحطيت عليهم الفحات الكل. اللي ناقص هوني هو القارص، سينو رونديلت قارص تقسموهم على شطر وتحطوهم في الشقوق هذيك، راهي تزيدكم بنة على بنة. مي انا كي جيت نطيب ما لقيتش قارص. دونك هذوما لحويدات متاعي حضروا باش نخليهم يرتاحوا ونمشيو نعملوا الخضرة متاعنا، خاطر باش نعملوا بطبيعة مصلي في الفرن باش نعمل معها شويه خضره. خذيت كعبتين بطاطا متوسطين، قصيتهم رونديلات ما همش خشين برشا وما همش جويدين كيما الفريت وما جويدين هكا فينو، معناها ما يجيوش خشين برشا باش تبلكم البطاطا. دونك اول حاجه باش نعملها باش نصمت شويه البطاطا. كي نقول نصمت مش باش تطيب، راهو نصمت شويه 3 دقائق 4 دقائق يغليو اكا، هاو تقصوا عليهم. انتر طون مشيت حضرت شويه خضره اللي هي شويه بصل، تحطوا البصل باهي على الاخر وشويه فلفل اخضر. دونك البطاطا نتاعي يدوب عملت غلوه اكا هاو في الماء، وراهي مازالت البطاطا شاده روحها بالكدا. ردوا بالكم تطيبوها حتى تهبى معناها وتطيب برشا، ولا خليوها اقل من نصف طيب، اقل من نص، مازالت شاده روحها مليح
مازلت معناها نجم نحركها ونجم نفوحها وما تتكسرش معايا. دونك باش نفوح الخضرة متاعي حطيت شوية ملح، رشة صغيرة، شوية فلفل أحمر، شوية كمون، بما انه احنا الطبق متاعنا حوت دونك استعملنا فيه الكمون، باش نحط شوية فلفل أكحل، وما ننساش زادا كيف كيف شوية زيت وشوية كليل اللي فوحنا به الحوت نعملوه زادا في الخضرة. وقعد لي شوية ثوم، دونك زادا حطيت فيها شوية ثوم، والكليل بما انه هو السر متاع الوصفة متاعنا اليوم. زادا كيف كيف نحيو الوريقات متاعو ونزيدوهم على الخضرة، نخلطوا الخضرة متاعنا مليح 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 ويدخل فيها الفحات الكل وتجينا فايحة بنينة. دونك تنجموا راهو تزيدوا سفنارية كان تحبوا، تنجموا تزيدوا طماطم كعبة زادا تقصوها دي ترانش زادا كيف كيف وتحطوهم معاها. انا هذا شنو حبيت نحط وانتوما لكم الاختيار. تحركوا هاك الخضره هذيك. شفتوا البطاطا ما تكسرتش، راهي مازالت شاده روحها بالكدا بالكدا. نوصيكم باش ما طيبوهاش برشا ونخلطهم بالفيح نتاعهم الكل. وتوا الحويتات متاعي حاضرين، شربوا الفيح متاعهم، ارتاحوا في عقلهم. والخضره متاعي زادا كيف كيف يعني حضرتها، وكالتطيبة متاع البطاطا شوية هذيك راهي باش تزيد تعطيها بنة على بنة. ما بقى لي كان باش نحضر الطبق متاعي ونحطه في الفور. ما تنسيوش تسخنوا الفور متاعكم قبل 220 درجة باش نحطوا الخضرة متاعنا. نبداو بالبطاطا ساعة قبل كل شيء، ومن بعد باش نحطوا بقية الخضرة الفلفل والبصل. وكانت نجموا تحطوا اي نوع متاع خضره اخر انتوما تحبوه، بروكلو اي حاجه تحبوا عليها انتوما. وتوا باش نجيب كعيبه الحوت متاعي باش نرصفهم فوق الخضره وباش نغطيهم. ما نحبش نخليهم هكاكا في الفور، اما باش نغطيهم بابي كويسون بابي ألمنيوم. ديما كي تستعملوا الألمنيوم يلزمكم تستعملوا تحته بابي كويسون، على خاطر مضر جدا ومضر بالصحة. اللطف عليكم ولطف على الناس الكل. دونك ما تطيبوش بالألمنيوم، منه للماكلة ومنه للحم ولا حوت ولا اللي قعد من الفاح. زدته فوق كعبة الحوت بتاعي. الصحفة اللي خلطت فيها الفاح قعد لي فيها شوية فريمون زدتو مغرفتين، يعني 2 ملاعق كبيرة ماء فقط. وتنجموا ما تزيدوش بالكل، وخاصة إذا حطيتوا طماطم خاطر تسيب الماء متاعو. دونك راهي خاطر أنا حبيت نحط الفاح اللي قعد 2 ملاعق كبيرة ماء فقط. وتنجموا تستغنيوا عليها الخطوة هذه، وباش تطيب في خضرتها وباش تسيب ماء متاعها وتقر الماء متاعها. ما تخافوش من النقطة هذه. دونك كما قلت لكم حطيت البابي كويسون، من بعده باش نغلفها بالبابي ألمنيوم وندخلها للفور. قديش وقت وقديش حرارة؟ دونك 220 درجة من فوق ومن اللوطة 40 دقيقة كاملة. خليتها 40 دقيقة ما حليتش عليها بالكل. ومن بعد جبتها باش نكتشفها أنا وياكم توا مع بعضنا. دونك نحيت البابي وكانت المفاجأة كعيبة الحوت متاعي طيبين فاوحين، ريحة بنينة فاحت منهم وياسر بنان. الخضرة زادة طيبة، البطاطا كيما تشوفوا فيها. وشوفوا الصوص اللي سيبتها الخضرة والحوت على خاطر مغطين، دونك سيب الصوص متاعه وطابت في الصوص هذيك. ما تخافوش دونك من النقطة هذه، ومن غير ما تزيدوه الماء، خاطر إذا كان تزيدوه برشا ماء راهي ما تجيكمش بنينة. دونك ما تحطوش الماء بالكل وإلا دوب شوية أكهو. دونك ما شاء الله على الحويتات، منظرهم يشهي. الخضرة طايبة في حقها، الصوص خرجت من الحوت ومن الخضرة. أما أنا نحب نجمرهم شوية، نحبهم ياخذوا لون في الفور شوية. نحيت لهم الغطاء وعاود دخلتهم للفرن لمدة 20 دقيقة 25 دقيقة. فاحت الريحة أكثر وأكثر وأكثر متاع الثوم والكليل. والبطاطا معناها زادت خذت لون زادة هي. وحضروا بعد 25 دقيقة تقريب
من البرة. وهكا كانت النتيجة، حطيتهم في الطبق متاعي وياسر بنين وفاوحين. ان شاء الله تجربوهم، ان شاء الله يعجبوكم، وخليوا لي الفيدباك متاعكم. جربوا الكليل في تفويحة الحوت وقولوا لي شنو رايكم فيها، وما تنسيوش تدعموني من خلال الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، جيم على هذا الفيديو وعلى فيديوهاتي الكل. ويعطيكم الصحة وشاهية طيبة الناس الكل، وبسلامة في دبارة جديدة.